بخنيفرة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتعاون مع المصلحة الولائية بمكناس من إيقاف مشتبه فيه في عملية سرقة أموال من إحدى شركات توزيع الحليب، وقد تمت إعادة تمثيل فصول هذه العملية كما سنتابع مع عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي والمهدي مورين. هو واحد من مستخدمي المؤسسة حارسها الليلي وفي جنح الظلام ليلة 3 فبراير، وبتخطيط مسبق مع زميلين له نفذوا عمليتهم. اقتحموا مكتبا خاصا بمحيط المستودع وانهالوا على الخزنة الحديدية، كسروها واستولوا على المبلغ المالي الكبير الذي كان بداخلها. تقمص الحارس الليلي بعد تنفيذ السرقة دور الضحية، تم تكبيله والاعتداء عليه من طرف من شاركوه الجريمة قصد التمويه في مجريات البحث عن الجنات. الأبحاث اللي تم القيام بها مع هذا المعني قادت للتوصل باقي المساهمين ديالو والايقاف ديال احدهم، وبالتالي التوصل لخليله احد هاد الجنات اللي بقى في حاله فرار، واللي تم بالمنزل ديالها حجز مبلغ او جزء كبير من المبلغ المسروق. وهاد الناس غرباء المدينه اللي جاو تيقوموا بهذه العمليات الاجراميه في وسط المدينه تزرعوا الرعب وسط المدينه، والحمد لله الناس ديال الامن تيحميوا المواطنين حتى يعني توصلوا للحقيقه. هي عملية نوعية للمصالح الأمنية المحلية تنضاف إلى تدخلات أخرى وضعت حدا لنشاط مجموعة من العصابات نشاطها السرقة وأعمال إجرامية متنوعة. تفعيلا الخطة الأمنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، المبنية أساسا على الاقتراب من المواطن والتواصل مع جميع مكونات المجتمع والعمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، تمكنت مصالح هذه المنطقة الإقليمية من إيقاف العديد من الأشخاص من مقترفي السرقات بشتى أنواعها. خلال الشهرين المنصرمين كذلك حققت المصالح الأمنية الإقليمية عمليات متعددة أسفرت عن إيقاف واعتقال 729 شخصا بتهم مختلفة، وذلك تفعيلا للخطة الأمنية المرسومة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني المبنية على القرب من المواطن والتواصل مع مكونات المجتمع. 30 27 67